تخيل تبقى متجوز أجمل نجمة في مصر وتعشقها بجنون، وفي لحظة واحدة تقول لها انتي طالق، والسبب مفيش كمون في المطبخ. بس صدقني دي مش أغرب حاجة حصلت بين ليلى مراد وأنور وجدي، لأن اللي حصل قبلها وبعدها كان كفيل يهدم أي قصة حب في التاريخ. الناس كلها بتحب تحكي عن قصة حب ليلى مراد وأنور وجدي، لكن قليل جدا اللي يعرف ان الحب الكبير ده كان على وشك ينتهي أكتر من مرة، واللي حصل في واحدة من المرات دي مستحيل تتوقعه. ليلى مراد كانت وقتها نجمة مصر الأولى، صوتها يملى الدنيا وأفلامها بتكسر شباك التذاكر. أما أنور وجدي فكان نجم ومخرج ومنتج وواحد من أذكى رجال السينما في زمنه، ولما الحب جمع بينهم بقى الثنائي الأشهر على الشاشة وفي الحياة. لكن النجاح ساعات بيخلق مشاكل أكبر من الفشل، وده اللي حصل فعلا. أنور كان بيحب ليلى بجنون، بس في نفس الوقت كان بيغير عليها بشكل مرعب، مش بس كزوج لكن كمان كمنتج، شايف ان نجاحها لازم يبقى من خلال أفلامه هو وبس، وكان نفسه يحتكرها فنيا بالكامل. ومن هنا بدأت الشرارة الأولى. في يوم خبط على باب بيتهم واحد يعرف كويس جدا هو داخل يعمل ايه، أحمد سالم الدنجوان الشهير. دخل شايل سيناريو فيلم في ايد ودفتر شيكات في الايد التانية وبوكيه ورد سابقه، وأنور وجدي قاعد قدامه بيتفرج. ومن اللحظة دي الجو كله اتقلب. أحمد سالم عرض على ليلى بطولة فيلم الحبيب المجهول، وقال لها تختار الأجر اللي هي عايزاه. ليلى كانت فاكرة انه هيتراجع، فطلبت رقم كبير جدا وقتها 15,000 جنيه. لكن المفاجأة أحمد سالم وافق فورا، بل وكتب شيك مقدم قدامهم في الصالون، وليلى مضت العقد. أول ما أحمد خرج من الباب البيت كله انفجر. أنور وجدي فقد أعصابه تماما، وليلى جريت على أوضتها، وهو خرج من البيت ومرجعش. راح قعد عند والدته ورفض حتى يشوف ليلى، ولما راحت تترجاه حطها قدام اختيار مستحيل، يا أنا يا الفيلم. وده كان أول إنذار حقيقي إن الجواز ده داخل على كارثة. ليلى حاولت تلغي العقد وبعتت ناس لأحمد سالم، لكنه رفض تماما. كان شايف إنها فرصة يكسب المعركة مع أنور وجدي، والأزمة كبرت والصحف بدأت تتكلم والكل مستني النهاية. لكن فجأة دخل شخص قلب الموازين كلها، محمد فوزي، الصديق المقرب للطرفين. لف على أنور ولف على أحمد سالم وجمع الأصحاب لحد ما قدر يصلح بينهم، ورجع أنور بيته، وليلى عملت الفيلم ونجح نجاح ساحق. وكل الناس افتكرت ان الأزمة انتهت، لكنها كانت لسه بتبدأ. بعد فترة كان عندهم ضيف في البيت، وأنور دخل المطبخ يطبخ أكلة سورية، وفجأة اكتشف ان الكمون مش موجود. خرج من المطبخ وهو متعصب وسأل ليلى مفيش كمون ليه؟ قالت له بكل هدوء خلاص نبعت نجيب. لكن الكلمة دي كانت كافية. أنور بصلها وقال لها انتي طالق. تخيل، كلمة خرجت في لحظة غضب قلبت حياة 2 من أشهر نجوم مصر. ليلى خرجت من البيت وهي مكسورة، أما أنور فأول ما هدي اكتشف انه ارتكب أكبر غلطة في حياته. نزل بنفسه ودور على أخوها واستحلفه يساعده ويرجعها، وفضل يحاول لحد ما سامحته، لكن الجرح فضل موجود. بعدها بفترة مرض أنور وجدي وسافر باريس للعلاج، وقبل السفر اتخانق مع ليلى مرة تانية وسابها وهي بتعيط. لكن أول ما وصل باريس بعت لها رسالة كلها ندم، تعالي هموت يا ليلى. وسابت كل حاجة وسافرت له، وقضوا أيام جميلة مع بعض. لكن سؤال واحد كان بيدور في دماغ ليلى، والإجابة عليه كانت هتغير كل حاجة. وهي في اسكندرية اتعرض عليها بطولة فيلم مع محمد عبد الوهاب. هي أصلا ما كانتش ناوية توافق، لكن قررت تعرض الموضوع على أنور، مش علشان الفيلم لكن علشان تعرف الحقيقة. يا ترى رفضه هيكون عشان بيحبها وبيغير عليها، ولا لأنه مش عايز حد غيره
يكسب من نجاحها؟ الإجابة على السؤال ده كانت بداية النهاية الحقيقية لقصة الحب الأشهر في تاريخ السينما المصرية. نكمل في الجزء التاني.